السلام عليكم أحبائي، لاباس عليكم؟ بخير على خير؟ كيف حالكم؟ عواشر مبروكة ورمضان كريم. تبارك الله، دور العام وهو على الأبواب، والله لحقنا به وإياكم بكامل الصحة والعافية، وناخذ الأجر والثواب ديالو إن شاء الله. وبحال كل مرة وجدنا لكم جريمة جديدة لحلقتنا اليوم. يلا نبداو بسم الله. في واحد العرس اللي كيما معروف كلشي كيكون ناشط وفرحان، العائلات مجموعين، العروسه والعريس ما قداهم عفوا فرحه، كلشي في الموقع ديالو، طيابه تريتور نكافه الجوق، المهم كلشي كيكون هو هذاك. فهاد العرس هذا غتلقى العروسه في بيتها وفي وسط الدار د العرس مرميه في الارض، كشاكشها خارجين، يا ربي السلامه. وبالضبط مع 12 الليل، شكون اللي لقاتها؟ النقافة من بعد ما مشات تعشى مع البنات ديالها، خلات العروسة والعريس في بيتهم يرتاحوا شوية، وعلى ما بدنيت ما يتعشاو حتى هما وتعشى حتى هي، وتجي توجد ليها اللبسة الثالثة. ايوا ملي دخلات ولقات العروسة مسكينة مرمية في الأرض، وفي ديك الحالة مشات ليها كتجري كتحاول تفيقها، ولكن والو. أنا خرجت كتجري عند عائلة العروسة وغتعيط ليهم وهي مفزوعة. ايوا جات امها، وملي شافت بنتها في ديك الحاله بدات كتغوت. ايوا هنا العرس غيحبس، والمعروضين كلشي مفاجئ من هاد الكارثه. الناس تجمعوا في هذاك البيت باغين يعرفوا ياك شي باس ما كاين. العريس حتى هو عاد صيفط خبر جاي كيجري كيلقى مسكين عروسته مرميه في الارض وفي ديك الحاله. شكون سبابك يا مسكينه؟ ايوا هنا طبعا غادي يعيطوا للبوليس وغيجيو، من بعد ما غيعينوا العروسة غيكتشفوا على أنها أصبحت جثة هامدة بدون حراك. ايوا ملي جاو كما قلنا غيبداو البحث الأولي، وغيديروا تمشيط المحيط اللي تلقات فيه الهالكة. غيلقاو حداها واحد الكاس مرمي في الأرض ومهرس، كانت باينة شربات منه العروسة، وشوية ديال الحلوى في الطبسيل. غيرفعوا جميع البصمات اللي كاينه في داك البيت واللي ممكن تفيد في البحث. واخيرا غادي نهزو كاع العائله المقربه من العروسه للكوميساريه، ويمكن كاع نقولوا تقريبا كاع المدعوين، لانه من الاحتمال انه يكون واحد فيهم وضع حد لحياه هاد العروسه المسكينه. من حد الصنايعيه اللي كانوا في العرس، نقافه ورباعتها السربايه التريتور كلشي، كاع اللي كان ممكن يقدر يوصل لبيت العروسه داوهم. ايوا من بعد ما جثة الهالكة تنقلات لمستودع الاموات واللي غيدار لها طبعا تشريح طبي، البوليس غيفتحوا محضر من اجل البحث في الواقعة مع كاع دوك الحاضرين اللي كانوا في العرس. ايوا تخيلوا معايا الناس كوستيماتهم وتكشطهم في وسط الكوميسارية. ايوا راه الموت هادي طبعا حتى واحد ما غادي ما غيستثنى عفوا. الجثة امام اخصائي التشريح الطبي اللي تبين معاهم ان الهالكة في عمرها تقريبا ما بين 25 حتى 30 سنة، والآثار اللي واضحة عليها من خلال الكشكوشة اللي خارجة من فمها كتبين على أنها تعرضت للتسمم، واللي تبين من بعد في التقرير على أنها شربات جرعة كبيرة من هذا السم هذا، يعني اللي عطاها ليها ما كانش باغيها تنجا نهائيا من هذا التسمم، لأنها كان ممكن لو كان خدت جرعة صغيرة تعتق وتعيش، ولكن هذا كان قاصد ينهي حياتها مسكينة. ايوا هنا من بعد هذا التقرير هذا ومن بعد المعاينه اللي قامت بها الشرطه العلميه، غادي ينطلقوا عناصر الضابطه القضائيه في البحث عن مرتكب هذه الجريمه، وغينطلقوا من المحيط اللي كانت كتعيش فيه العروسه اللي كان سميتها سناء. سناء كانت عندها 26 سنه، وكانت كتسكن في نواحي طنجة، وكانت من عائله ميسوره، وهي الكبيره في خواتاتها اللي كانوا جوج، يعني سناء وكانوا معاها جوج بنات اخرين، يعني هما بهم 3 البنات عايشين بخير مع والديها. وخا ما خلاهمش باها يكملوا قرايتهم بحكم انه كانوا في منطقه جبليه والمدرسه كانت بعيده عليهم، فقرر انه يجلسهم في الدار حتى يجيب الله لكل وحده فيهم نصيب. ممنوع يعتبوا على باب الدار، اللي يحتاجوها كيجيبها ليهم، وحتى الا خرجوا كاع ما غيفوتوش هذيك الوطيه اللي قدام الدار، يقابلوا فيها الغرس ولا يوكلوا فيها الدجاج ولا يسقيو الماء، وحتى الى كاع بعدوا رجلهم على رجل امهم، واصلا اباهم كان ربي عاطيه من عنده.
عنده البلاد، عنده الخيرات الباديه وموفر لهم كل شيء، ومعيش بنياته في الخير ومربيهم في تربيه حسنه، متدينات بارك الله ترابيهم كانت زوينه، يعني الترابي اللي تبغيها لاي واحد. المهم الدار ديال سناء في الجبل كانت لاصقه على دار عمهم، وكان حتى هو فحال خوه اللي هو بات سناء، عنده رزقه وبلادو عنده حتى هو، وكانوا عنده ولادو متفتح معاهم، كانت عنده العيل والعائله. خلاهم يقراو وكان متبع معاهم قرايتهم، وكان كيقول لهم شوفوا اولادي قرايتكم هي اللي غتنفعكم، سيروا للمدينه وتعيشوا مع الناس وقراو، ما يخصكم حتى شي خير، المهم تقراو. يعني ما كانش معارض نهائيا على قرايتهم، وطبعا كان مربيهم حتى هو تربيه دينيه وحسنه. المهم فعلا قراو لوليداتو وقراو ليه مزيان. الولد خدا ديبلوم، ومن بعد ما سالاه خدم في واحد الشركه في طنجه وفي بوست مزيان، وكان عنده صالير مخير. والبنت تبعت الدومين ديال الفلاحه وقدرات انها تدخل لهذا المجال وتفوق فيه، وبحكم ان باها كان فلاح وعندهم اراضي فيه الاحياء، فقررت انها من بعد ما خدات تجربه في هذا الميدان انها تفيد باها في دوك المهارات والمعارف اللي اكتسبتها، وتعاونوا باش انه يطور من الفلاحه ديالو. وكان الهدف ديالها ان باها يولي ينتج حتى هو بوفره وكثره، باش حتى هو يولي مزود اسواق الفلاحيه في المغرب. المهم كل شيء غادي على خير، سناء وخواتاتها عايشين ما خصهم حتى خير، وحتى عما وليداتو راهم غاديين في داكشي اللي توجهوا ليه. ولد عم سناء اللي كان سميتو محمد كان غادي في خدمته مزيان، مهلي في راسو بطوموبيلتو، كان خالوق وبنا دارو ب3 ايطاج. ايوا من دارو للخدمه ومن خدمته لدارو. هنا باه ملي شافو استقر في دويرتو وما نقصو حتى شي خير، قالو علاش ولدي ما تكمل دينك وتشوف لك شي بنت الناس اللي تكون بيك وتكون بيها، راه بغينا نشوفوا الحفاد، وراه ما بقى لنا في الدنيا قد ما فات. هنا قال له محمد انا الوليد صراحه ما جاتنيش هاد الفكره في الراس، وما عندي حتى شي بنت في حياتي، وانما الا كتعرفوا شي بنت الناس انا ما عليا غير نزيد معاكم. هنا اختو بدات توريه في تصاور صحاباتها، انت شوف هادي ولا هادي شبان لك في هادي. وبحكم ان محمد كيحشم من اختو كان كيقول لها خاطيني اختي من هاد الشيء، شوف مع الوالده. ولكن مو كانت عندها العروسه في البال، وقالت ليهم باللي انا بعدا بغيت لك ولدي واحد بنت الناس، تكون هي بغيت لك شي وحده من بنات عمك، بعدا كبروا قدامنا وعارفينهم وعارفيننا، وما غتلقاش احسن منهم وما غنلقاوش احسن منا، وخيرنا ما يديه غيرنا. هنا باللي تشاوروا مع محمد وقال لهم صافي اللي درتوه انا موافق عليه، ولكن نمشيو عندهم بعدا ونشوف شكون اللي غتكون من نصيبي، وداكشي اللي كاين راه غنقولوا لكم. هنا بات محمد غيدوز عند خوه وغيجلسوا معاهم كيف العاده، ولكن هاد المره النيه ديالهم هاد المره غير جايين يختاروا العروسه حسي مسي. ايوا محمد في ديك الجليسه اللي كان جالسها في دار عمو صافي فيزا على وحده من بنات عمو اللي عجباتو ودارها في بالو، وبقاو مع عمهم عادي حتى سلاو العشاء وكلاو ومشاو في حالاتهم. ايوا ملي غيجيو للدار وبفارغ الصبر كيتسناو محمد يقول لهم على العروسه اللي اختار. هنا قال لهم على اللي اختارها له قلبو، مريم بنت عمو الصغيره واللي كانت عندها 21 عام. قالت لهم والله ما يسر. ايوا مشات وقالتها لباه ويعجبو الحال، قال لها ايوا صافي غدا ان شاء الله يصبح ويفتح. وفي الصباح مشبت محمد عند خاه، قال ليه السبت الجاي باذن الله غندوزو عندكم، وهاد المره راه جاي نخطب وحده في البنات لولدي. هنا بات سناء عجبو الحال، ملي خو فكر فيه وبغى يزوج ولدو من عنده ويخليه الشمل مجموع. ايوا جا نهار السبت هزو راسهم ومحمد وباه وامو ما خلاو ما داو لهاد الخطبه. بات محمد فرحان ما قده فرحه الخطبه د ولدو والفرحه د العروسه اللي هي بنت خوه وفي نفس الوقت بنته. ايوا دخلوا نعم سيدي فرحانين ناشطين العائله مجموعين، ولكن لحد الساعه عم محمد ما عارفش شكون في البنات اللي جايين يخطبوا. يعني خوه ما علموش، ما قالوش راه جايين نخطبوا البنت الصغيره، قال له راه غير جايين نخطبوا وحده في البنات وصافي. ولكن فرحه اللي تزوجات خير وبركه، على الله تسلك الطريق لخواتاتها حتى هي.
ايوا من بعد ما نشطوا وضحكوا وفرحوا وتعشاو، جا وقت المعقول وغيبداو الرجال يتذكروا في المسائل د العرس. وطبعا قبل غيخطبوا بعدا البنت اللي بغاو. ايوا هنا بات محمد قال لخاه: خويا راك دمي ولحمي، وانا فرحان اللي جاي نخطب لولدي المرضي وناخذ له المرضيه بنتك، وراها بنتي حتى انا. بغينا مريم لولدنا محمد على سنه الله ورسوله، وإلا وافقات بنت خويا طبعا وغادي ان شاء الله مور العرس غتمشي تسكن معاه في المدينه. ايوا هنا خو غيوقفوا غيقول له: بلاتي انت يا خاي عارف عندي 3 البنات كلهم باقين بلا زواج، وإلا كنتي غتاخذ وحده فيهم فالكبيره هي اللي غتدي. ايوا هنا محمد تصير خارا ما بغاش يبين ليهم، ولكن عمو عنده هضره اخرى. قال لهم: شوف ولدي، راه بناتي كلهم بحال كي بحال الصغيره كي بحال الكبيره، كلهم مزيونين كلهم حادقات، ما نحتاجش نشكر فيهم، بحال ديتي سناء بحال ديتي مريم بحال ديتي احسان، كلهم 3 بيهم بحال. المهم عندي تزوج الكبيره عاد تزوج اختها اللي موراها عاد الصغيره. هاد العقليه هادي ديال بعض الاباء ما عندنا ما نديرو، كيوقفوا لسفساد بناتهم بهاد الفهمه هادي، وبعد منهم كيبقاو هكا كيصدقوا ما هما مزوجين الكبيره ما هما مزوجين الصغيره. الزواج عباد الله راه قسمه ونصيب. المهم اللي مكتاب ليها شي ساد غتديه واخا توصل حتى لشمن سن. ولكن ما عندنا ما نديرو قدام هذا القرار هذا اللي خرج لنا به بات سناء. في الاول وفي الاخر هو اللي غيقرر في المصير د بناته، ما علينا. ايوا محمد ما لقى مسكين ما يقول قدام عمو، صافي اصلا هو ما كانش كاع باغي يتزوج، واللي مكتبه ليه غياخدها بلا ما يخسر عمو على والو. واتفقوا على ان صافي داكشي اللي غيكون. امور داك السبت اللي كانوا فيه عندهم غيرجعوا عاوتاني باش يديروا الخطبه الرسميه. وهنا كل شيء خصو يعرف باللي محمد غياخد بنت عمو سناء. ايوا من بعد ديك السيمانه محمد وعائلته جاو حاملين ومحملين، والشطيح والغياطه والدار عامره القوت والحباب الجيران كل شيء مجموع. ركبوا الخواتم واتفقوا في ديك السيمانه يديروا العقد. وفعلا ما جات فين دور السيمانه حتى كانوا داروا العقد ديالهم وتحط الصداق والمسائل د العروسه. ايوا هنا محمد قال لعمو: شوف يا عمي، انا دابا بحكم انني يلا ساليت الدار راها مازال بلا فراش وخاويه، اعطيني هاد الشهر هذا، ها هي سناء معاكم، نمشي نكمل المسائل اللي خاصها تكمل وتما نديروا العرس نيت في داري، هكا ندير الدخله ديال الدار ونجيب العروسه لدارها. قال له عمو: ولا عليك ان شاء الله باذن الله. وغيمشي محمد فعلا لطنجة وغيبقى واقف على رجليه صباح مساء باش يكمل فراش دارو في اقرب وقت ويدير عرسو ويجيب بنت عمو للدار. وتقريبا دوز فيها شي شهر وهو يفرش، وفي هذه المده هذه كان كيهبط مره للجبل دارهم وكيدوز يشوف بنت عمو، وهذا الشيء بحضور والديها ووالديه واخا راهم ضاربين العقد. ايوا اللي خاصكم تعرفوا ان طيله هذا الشهر هذا اللي محمد كيوجد فيه دارو كان واقعين شي مشاكل وراء الكواليس، ماشي بين محمد وسناء، بالعكس كان ولا يبغيها وولفها وداكشي، ولكن كانوا مشاكل بين اختو اللي ما ذكرناش بعدا سميتها، كان سميتها شيماء، ومراته سناء اللي هي بنت عمو. وبحكم ان شيماء كانت باغيه له وحده من صحاباتها، فهذا هو السبب علاش ما كانتش كتحمل بنت عمها سناء، حكم انها ما كانتش قاريه وغير في الجبل مقابله غير الدار. خوها تبارك الله قاري عنده بوست زوين، كان يستاهل شي وحده بعدا بحاله ماشي وحده من بنات عمو. ايوا هنا شيماء ملي كانت كتجي عندهم سناء للدار كانت غير كتدخل وهي عليها بالهضره: وعندك الزهر نيت اللي خيتزوجك، خرا كيما قاريه ما شايفه. المهم شيماء كانت ديما كتهين بنت عمها بهاد الهضره، حتى لواحد النهار قالت ليها في وجهها: محال هاد الزواج يكمل، وخا قريب ضربوا الفقده في راسو ويفيق من هاد الزويجه هادي. ايوا هنا سناء عيات صابره على بنت عمها، وفي هذاك النهار غتجاوبهم. وشنو غتقول لها؟ غتقول لها: بعدا اختي هذا نصيبي جابوا لي الله. وحشومه تبقى تقول هاد الهضره دائما. ودابا انتي اش قضيتيها اللي قاريه ومتقفه وشايفه، وها انتي ساكنه في المدينه مازال حتى ما تزوجتي.
هنا طبعا شيماء ما غاديش تسكت على هذا القصف هذا اللي دار ليها، وهي تنوض لمرات خوها باغيه طير عليها. كون ما فكاتش امهم المشكل، ترى هي تشدت مع مرت خاها باليدين. وهي فين غتقول لسناء سيره بنتي لداركم، راه قرب عرسك حتى نجي عندكم انا. وفعلا سناء مشات هزات راسها وخرجات، وهي ربي اللي عالم بها بهاد المشاكل اللي بداو مازال حتى ما تهنت بزويجها. داز ديك الايام وداز ديك الشهر، وفعلا جا نهار العرس. محمد تبارك الله موجد كل شيء ديال العرس، كل شيء مجهز، تريدور، نقافه، الجوق، السربايه، طبالي، كل شيء مقاد. العرس بدا والعائله فرحانين، كل شيء ناشط، كل شيء كيشطح. سناء فرحانه بنهارها ما قدها فرحه. اللبسات اللي دارت ليها النقافه طلعوا عليها زوينين، لبسه الاولى الثانيه، لبسه الثالثه هي فين غادي تطلع تتعشى. ولكن يا فرحه ما تنمي، كنا فين غتلقى عن النقافه مرميه وكشكشها خارجه. يا ربي السلامه، ما تمنها لحتى شي وحده يا ربي تستر، خصوصا في هذا النهار. شكون اللي دار فيها هاد الحاله مسكينه؟ شكون اللي حرمها من فرحتها في النهار اللي كانت كتسنى فيه شحال وهي تسنى؟ ولا عيود ما تخرج مع راجلها بالكسوه البيضاء، غادي تخرج مسكينه نيشان مستودع الاموات. والله اعلم شكون سببها. المهم هنا غنرجعوا للتقرير اللي بدات فيه عناصر الضابطه القضائيه البحث، واللي قلنا على ان سبب الوفاه كانت وجود ماده سامه في معده الهالكه، واللي قلنا ايضا ان هذه الماده كانت بكميه كبيره وبزاف. ومن بعد التحليل ديال ديك الحلوى والكاس، تلقى على ان الضحيه شربات من ديك الكاس اللي كان كيحمل هاد الماده، والحلوى ما كان فيها حتى شي حاجه. اذا هنا غنقولوا على ان هناك احتمال كبير ان هذا اللي عطى سناء تشرب هذاك الكاس اللي كان فيه العصير كان ممزوج بالسم، واحتمال كبير انها تكون كتعرفه، ولا ما يمكنش تثق فيه وتشرب مباشره. وحتى فرضيه الانتحار جد مستبعده، لان البنت كانت فرحانه ما ناقصها حتى شي خير، وطبعا بشهاده جميع المدعوين. هنا كل شيء مشتبه فيه، عائله سناء والعائله محمد، زياده على النقافه اللي معها والسربايه، وكل شيء اللي كما قلنا كان بامكانه يوصل لعند سناء ويكون عنده واحد التواصل مباشر معها. واول واحد غيبداو معاه التحقيق هي النقافه اللي لقات سناء، وغتاكد ليهم باللي فعلا هي كانت كترافقها مع البنات اللي خدامين معاها طيله هذاك الوقت اللي كانت كتلبس فيه العروسه وتهبط تبرز في البرزه. وفي اللبسه الثالثه هي فين مشات تعشى. صات سناء قالت لها بقاي هنا انت وراجلك، على ما بدا نمشي ناكل دغيا ونجي، باش يبقاو في البيت بوحديتهم وما تحل حتى شي واحد الباب، حكم زعما ان العروسه ما خاص شي واحد يدخل عندها، باش زعما يلبسوها في خاطرهم وحتى حوايجهم يبقاو في الامان. ملي هبطت تعشى جلسوا كاملين كيتعشاو، هي والمساعدات ديالها والسربايه والطيبه حتى هي اللي حطات ليهم كياكلوا مجموعين، وكانوا تقريبا اكثر من 12 واحد. قالت لهم باللي تعشات هي زربانه وناضت باش تطلع عند العروسه، واكدت على البنات اللي معاها يتعشاو دغيا ويتبعوها باش يكملوا الخدمه. وهي فين طلعت ولقات سناء في ديك الحاله. طبعا الضابطه القضائيه غادي يتاكدوا من صحه هاد الاقوال هادو من هادوك الناس اللي ذكرتهم النقافه، واللي تبين فعلا ان هاد الناس هادو وهاد البروغرام وهاد الاحداث اللي عطات هو نفسه اللي كان. هنا الشرطه غادي يعاودوا يسولوا النقافه شكون من غيرها كان كيدخل يخرج عند الهالكه. قالت لهم باللي عائله العروسه كانوا كل شويه كيجيو، يعني ماماها وخواتاتها كانوا كيجيو يطلعوا عليها مره، ولكن عائله العريس كانت كتجي غير يماه، وعادي كتسول فيها الا بغات شي حاجه ولا الا بغا ولدها شي حاجه، يعني تطليله عاديه وصافي وكتمشي في حالها، ما كانش حتى كتجلس. وكما قالت مره كانوا خواتاتها كيدخلوا عندها ويخرجوا عادي، حتى امها في واحد الوقت كانت كتجيب ليها الماكله وكانت كتاخذها من يديها وتعطيها لبنتها. قالت لهم لو كان جابها شي حد اخر الماكله ما غنشدهاش نهائيا، وهذا الشيء راه داخل في القوانين اللي كتشرط على النقافات في العراسات. سولوها هنا البوليس اشنو جابت ليها امها بالضبط. قالت لهم جابت ليها واحد البلاطو فيه زليفه فيها التمر والحليب والطبسيل فيه الدجاج والديسير، هادشي كله كان في صينيه وحده. هنا قالوا لها البوليس
ايوا داك العصير وداك الطبسيل د الحلوى اللي كانوا في البيت شكون عطاهم ليها؟ قالت لهم ما نعرف، انا خليت ليها هادشي هذا اللي عطاتو ليا ما، وخليتها كتعشى مع راجلها بهادشي اللي قلت لكم. يا ربي السلامه، كنت على شويه غنبدا نشك في ما. الله يستر، دابا حنا مازال ما عرفنا شكون اللي دار ليها مسكينه هاد الفعله. ايوا هنا البوليس من بعد هاد الاقوال هادو وهاد الشهادات د هاد الناس، اذا هنا عندهم حجه دامغه على انهم ما عندهم حتى شي علاقه بالمقتل د هاد العروسه. اذا الشرطه غادي تستبعدهم وغادي توجه بالتحقيقات ديالها لمحمد اللي هو العريس، واللي كان هو اخر واحد بقى مع عروسته في البيت. ايوا على الله ما يكونش هو مول الفعله. ايوا نجيو نشوفوه فين كان. قال لهم محمد انا كنت مع سناء في البيت، تعشينا مع بعضياتنا، واحد شويه خرجت برا الدار هذا الطوموبيل ديالي، وبحكم انني كندخن فاضطريت نخليها في البيت ونخرج، هادشي اللي عندي ما نقول. طبعا محمد كان مازال تحت تاثير الصدمه ديال وفاه مراته، تحرم منها مسكين في ليله العمر، والبوليس خاصهم يتاكدوا من هاد الاقوال، وغيقول لهم باللي راه كان كيكمي مع صحابو اللي عرضهم العرسو، على ما بيد ما غيعيطوا له يطلع يكمل فرحته في ديك الليله. وفعلا غيجيبوا دوك صحابو وغيسولوهم كاملين فين كنتوا وشكون كان معاكم، وتلقى فعلا باللي محمد كان معاهم في ديك اللحظه اللي ماتت فيها مراته. ولكن انا ما كنستبعدش انه يكون حط ليه السم في العصير وهبط، وبلا ما تشوفوا تكات على ديك الكاس وجاب ليها التمام. راه كل شيء ممكن، وما غاديش يخرج من دائره الاتهام، خصوصا انه ما كانش باغي يتزوجها في الاول كما راكم عارفين، كان طامع يتزوج بنت عمو الصغيره. المهم نشوفوا واش غيتبرأ منها ولا شنو غيجي من بعد. البوليس مازال في التحقيقات والتحريات، وغيدوزوا لمو هاد العروسه كيفاش استجابت الماكله لبنتها وعطاتها للنقافه. ايوا راها مسكينه مشويه على بنتها، ومع ذلك راه ما عندها ما دير، خاصها تدلي بالاقوال ديالها ضروري. قالت لهم باللي العشاء وداكشي ديال بنتها جمعاتو ليها بيديها، ومن حدا طيابه، يعني الطيابه حلات ليها الجميله وغرفات ليها العشاء ديال بنتها تبصير وعطاتو للنقافه اللي قلنا اصلا تستبعدات هذه من طرف البوليس. وداك العصير وداك الطبسيل ديال الحلوى ماشي هي اللي عطاتو ليها كاع. البوليس غيدوزو للخواتات ديال سناء اللي كان ربي اللي عالم بهم ساكن، كل وحده فيهم اكدت ليهم فين كانوا وشنو كانوا كيديروا. ايوا حريره هادي يا لطيف. سناء مسكينه ما كان عندها حتى شي عداوه كاع اللي وصلها لهاد الدرجه هادي من المواصل، وحتى راجلها اللي كانوا شاكين فيه البوليس على انه يمكن شي وحده تكون دارت فيها هذاك الشيء، وحده اللي يكون موعدها بالزواج وسمح فيها وجات انتقمات. ولكن غيتبين لهم باللي محمد خاطئ هادشي كامل، وما كان كيعرف حتى شي وحده ولا موعدها بالزواج. واما بالنسبه للصداقات ديالو فكان داكشي في ايامات القرايه، واللي خدم صافي ما بقاش كاع كيديها في هادشي، ولا غير الخدمه والدار والخدمه. حتى النهار يبغي يتزوج غيشوف مع والديه يختاروا ليه، وهذاك الشيء اللي كان هذا هو المبدا ديالو. المهم هنا البوليس غيعاودوا يستدعيو امهات سناء الله يرحمها مسكينه، وغيقولوا ليها هاد البنت هادي ما عندها صحابات، ما عندها اصدقاء، ما كتعرف حد. قالت لهم باللي بناتها كاملين صحابات بعضياتهم، وباللي ما عمرهم خرجوا على باب الدار بلا خبارها، وحتى من بنات الدوار ما كانوا كيهضروا مع حتى شي وحده من غير بنت عمهم شيماء اللي كانوا مره كيتخاصموا بيناتهم وعادي. قالوا ليها اش كيتخاصموا مع بنت عمهم وعلاش؟ قالت لهم عادي البنات بيناتهم، ولكن وحده من خواتات سناء غتقول لهم باللي شيماء ما كانش كتحمل اختهم، وباللي ديما كانت كتضايقها بالهضره. اخر مره نوضوها مع بعضياتهم ديال البسطح، وكانوا غيتشدوا باليدين كوما مرات عمهم فكاتهم. ايوا سير جيب شيماء لهنا. غيسولوها مالك مع بنت عمك؟ قالت لهم بكل عفويه ما كنحملهاش، ما جاياش كاع مع خاي، وغير من عرسها يبان لكم العربون. شوف اش وقع لينا فيه يا لطيف. مرات خوها ماتت ومقتوله، وشوف كي كتهضر عليها. انا قالت لهم ياك ما شاكين فيا باش جايبيني، راه والله ما قربت ليها ولا نخسر مستقبلي على ودها، وانا اصلا ما طلعتش كاع لعندها فين كانت كتبدل، ولا هضرت معاها ولا شفت حتى فيها، ما كنهضروش اصلا. اش غيطلعني عندها ندير؟
كنت جالسه مع العائله ديالي وناشطه معاهم وبخير. وفعلا غادي تاكدوا ليهم باللي شيماء ما طلعاتش قال عند مرات خوها. ايوا تشربيك هادي كل شيء عنده دليل قاطع على انه ما كانش مع سناء في الوقت اللي ماتت فيه. وشكون يا ربي مول هاد الفعله؟ ايوا البوليس ما بقى له ما يدير. كانت شيماء هي المشتبه فيها الاخيره اللي كانت ممكن تكون هي اللي قتلات حكم علاقتها المتوتره مع مرات خوها. وغيرجعوا من نقطه الصفر وغيبداو عاوتاني مع السربايه اللي هما اكثر وحدين كتكون عندهم علاقه بالمشروبات والمأكولات اللي كتكون في العرس. طبعا هما اللي كيهزوا هما اللي كيحطوا، ولكن السربايه حدهم الكوزينه والطبالي ما عندهم حتى شي علاقه مع العروسه ولا العريس. اش غيطلعهم لبيتهم؟ هاد القانون هذا كيمشيو به كاع السربايه في العراسات. خلاص هذاك الوقت اللي وقعت فيه الواقعه راه تاكد باللي كانوا اصلا كيتعشاو. ولكن واحد السربايه غيقول لهم واحد الهضره اللي هي انهم اللي كانوا كيجمعوهم باش يتعشاو هو بقى معطل في الطواليت ومشى هو الاخر. وفي ديك الوقيته اللي خارج فيها عفوا من الطواليت وغادي يتعشى غيتلاقى بشي بنت هزه بلاطو فيه الحلوه وكاز العصير. قال لهم زاد عندها وسولها واش نعاونك الا بغيتي شي حاجه. قالت لي لا، بغات غير داك الكويس العصير والحلوه تشهاتهم وقالت ليه بالحرف باللي راها كتوحم. قال ليها ايوا اختي الله يفكك على خير ومشى في حاله. مزيان، هذه معلومه مهمه. ها هو بدا يبان خيط من خيوط الجريمه. ايوا البوليس سولو السرباي اش كانت لابسه هاد السيده. قال لهم تكشيطه حمراء ودايره فولار في الكحل، ما هي غليظه شويه ما هي ضعيفه وكتبان مازال صغيره. هنا البوليس غينتقلوا على وجه السرعه للاستوديو ديال المصور اللي كان كيصور هاد العرس اللي ما كملش طبعا، وغيطلبوا منه نسخه من داكشي ديال الصور والفيديوهات اللي تخادوا في وسط العرس. وغيطلقوا العرس وغيبداو يتفرجوا فيه لقطه بلقطه. ملي دخلوا المعروضين جلسوا الناس كتشطح الحلوه دايره المسائل الناس كلشي في امان الله، حتى غدوز اللقطه اللي فيها هذيك البنت لابسه تكشيطه حمراء والفولار كحله وبحضور السرباي طبعا هو اللي غيحبس ليهم المقطع اللي بانت فيه هاد السيده. هو البوليس وهو كيعاودوا يدققوا في هاد البنت واش هادي فعلا اللي شفتيها. يقول لهم السرباي هي هادي. بنت لهم باللي منساجمه مع العائله وفرحانه ودايرين بيها ومجموعين يعني قريبه منهم بزاف. واخا هكاك حققوا فيها مع مزيان ما عرفوهاش، قالوا ممكن ما دازش معنا في التحقيق ولا يمكن داك الماكياج اللي كانت دايره ما بانوش ملامحها مزيان. هنا البوليس غادي تستدعي امها ديال الضحيه وغتوري ليها هذيك البنت اللي في الفيديو. هنا كانت صدمه كبيره صراحه الله، لا عند البوليس ولا عندي حتى انا ولا عندكم حتى نتوما. ملي غتقول لهم مو هاد العروسه كنا هي هذيك البنت. صراحه ما قدرتش نقول شكون والله خاطري ضرني، ولكن في نفس الوقت غنخليكم تخمموا شويه شكون اللي رزات سناء في شبابها. مهم امها ديال الضحيه غتقول لهم باللي هذيك البنت هي مريم بنتها الصغيره. وعلاش كتسولوا عليها اصلا ياك لاباس؟ علاش كيسولوا عليها؟ بغاني يخطبوها يا ميمتي، اصبري تسناي وتعرفي. ايوا جيب مريم. مريم شافك السرباي غاديه بداك البلاطو د العصير والحلوه فين ديتيهم؟ ايوا مريم شدتها الرعده تبوريشه والصفه اللي كانت دليل على علاقتها بالموضوع. البوليس قالوا ليها عرفنا كل شيء بلا دخول بلا خروج في الهضره، حنا معاك حتى ترتاحي وتهدني وتعاودي لينا كل شيء من طقطق حتى السلام عليكم. ايوا هنا من بعد ما تهدنات مريم غتبدا تعاود ليهم وغتقول لهم باللي من صغرها وهي كتحس بالحقره في الدار من والديها اللي كانوا دايما كيفصلوا ما بينها وبين خواتاتها.
وكل شيء لسناء، هي الاولى في كل شيء اللي جاب لهم باهم، حتى تختار سناء واحسان عاد يعطيوها هي الا شاط عليهم شي حاجه. في كل شيء، يا اللباس يا السقاطه يا في الزواكط، المهم ديما هي تاخذ اللي شاط عليهم. الاغلبيه كانت كتلبس اللي شاط عليهم هما من الحوايج، يعني قليل فين باها كان كيشري ليها شي حاجه. وبحكم ان عندها زعما خواتاتها كبر منها، راه غيدوزوا ليها حوايجهم، وهذا الشيء هذا اللي ما كانش كيعجبها فيه الحال. وهنا تكونت عندها هذيك الغيره، خصوصا من سناء، بحكم انها كانت هي الاولى في كل شيء كما قلنا، وكانت ديما كتمنى لو كانت هي تكون اختهم الكبيره. ودابا شوف لك عقلها اشنو قال لها. وقالت لهم النهار اللي جاي يخطب فيها ولد عمها، صدمت من لينا ضباها وحيد ليها العريس من يديها ودوزو لبنته الكبيره. هنا كمل على ما بيها، هي اصلا كانت حاقده غير على الشراوط، دابا زاد ليها الفرصه اللي جات ليها. وهي اصلا قالت لهم باللي ملي سمعت عمها كيخطب لولدو فيها طيرت بالفرحه ملي كانوا كيتصنتوا من وراء الباب. ولكن يا فرحه ما تمت فاش سمعت باها كيقول ليه لا، الزواج غيكون بشرط ان بنته سناء هي اللي غتزوج الاولى. هنا مريم جاتها صدمه نفسيه من بعد ما سمعت الموافقه ديال ولد عمها على شرط باها. ومن بعد ديك الدقيقه د الفرحه اللي عاشتها غتصدم وغتكون ليها عقده اخرى من العقد اللي كبروا فيها من الصغر. مريم قررت من بعد هاد الصدمه هذه اللي تصدمات ان هذيك الفرحه اللي دائما كتخطف عليها اختها سناء تحولها الالم، وداك الفرح غيولي قرح. خلاتهم كيوجدوا العرس على خاطرهم، وهي كتفكر كيفاش تنتقم لمشاعرها اللي ولا غالب عليها فيها الحقد والالم وحتى الغضب. قالت لهم باللي كانت سناء كتجي معصبه من شيماء، وكانت ديما كتبقى تقول لها مالك على حالتك داخله على هاد المشاكل من دابا، طلقوا وهنيونا، راه محال اصلا يكمل معك، غير تهناي وراه تلقاه نيت كما كتقول اختو غيكون معرف على شي وحده قاريه ومثقفه وماشي بعيد كاع تكون خدامه معاه، ويجي في الاخر عندك انتي ويجلس يخون فيك معاها. كانت كتحاول ما امكن حتى هي تكمل على داكشي اللي كدير فيه شيماء. ايوا مريم نهار العرس جابت معاها هذيك القريعه السم وجلست الليله كلها وهي كتربص باختها فوقاش غتجي اللحظه المناسبه فين تخون ثقه الخوت. وفعلا غتجي هاد اللحظه هذه اللي يا ريت تكون ما جات، وغتدخل عند اختها من بعد ما شافت نقافه وراجل اختها خرجوا من عندها من البيت. قالت لهم ديتو ليها وبلا ما نتراجع في قراري، بقاش من شحال هادي وانا كنتسنى ننفذو. دقات عليها الباب قالت ليها هكا اختي الحبيبه برد بهاد العصير ودوزي به هاد الحليوه. اي سناء وبلا شك وبكل ثقه غتبرد بداك العصير نيت واللي جمد ليها مده العيش ديالها. بقات واقفه عليها حتى تاكدت باللي شرباتو كامل وما نزلات حتى شافتها طاحت قدامها، وما هي الا ثواني معدوده حتى كان السم دار المفعول ديالو. وسناء كتلقي اخر نظره في عينين اختها مريم اللي كانت كتشوفها اخر العنقود وهي كتصارع الموت قدامها، وما تحركت فيها حتى ذره مشاعر الخوال اللي بيناتهم. مريم من بعد الاعترافات ديالها التلقائيه غادي تحال على المحكمه من اجل النطق بالحكم في حقها، واللي توجهات ليها تهمه القتل مع سبق الاصرار والترصد، وغتحكم ب25 سنه نافذه. واش كنتو زعما كتظنوا على ان مريم هي اللي قتلات؟ صراحه انا لا، وما جاتش لبالي نهائيا ان الاخت تقتل اختها، لسبب يمكن نقولوا على ان باهم هو اللي وصل هاد البنات هادو لهاد الحاله، او بالاحرى وصل مريم لهاد الدرجه من الغيره والغل اللي عماليها عينيها. ولكن هو بالنسبه له هذاك الشيء اللي دار هو الصواب. عاود دير اصدق في اكبر غلط ارتكبه هو هاد المعتقد اللي عنده ديال الكبيره عاد الصغيره. مريم ما تقبلاتش هاد الشيء، واللقمه اللي خداها ليها باها من فمها عطاتها لختها مسمومه. الله يرحم سناء مسكينه كانت ضحيه معتقد سائد عند بعض الاباء، وضحيه غيره اخت متهوره. السلام عليكم وحفظكم الله ورعاكم، ونتلاقاو في جريمه جديده.